ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأسعد حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأسعد حال وتكونوا مبسوطين كتير كتير. طبعا بقى دي مكنة زبادي ما كانتش عندي زي ما انتوا شايفين كده. فالمهم بقى كنت بعمل الزبادي على ايدي عادي خالص وبيطلع جميل جدا جدا. كنت بسخنه واحطه في الفرن يومين ولا حاجة بتلاقيه ايه بقى تمام خالص. فديت 6 7 ساعات بتخلي الزبادي معاكي برضو جميل. فانا لما قلت بقى مكان الزبادي وكده لقيت جماعتنا عندنا ماما وبابا كده جايبينها. فلما شفتها بقول لهم دي حلوة دي تخلي لو مستعجلة تعملي على طول. فهم ما صدقوا خبر راحوا جابوها لي وبعتوها لي. فانا بقى اول مرة هفتحها معاكم واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هجرب بقى اعمل زبادي فيها واوريكم النتيجة. طبعا انا هصور الفيديو ده من قبليها ولما الزبادي يخلص طبعا هصوره لكم واوريه لكم هو كان شكله عامل ازاي. فيلا بينا بقى تعالوا ما نفتحها سوا ونجرب نعمل فيها زبادي كده وربنا يسهل. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى نبدأ نفتحها معاكم زي ما انتوا شايفين. ده الغطا بتاعها. ده الغطا بتاعها هوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اشيل الكرتونة عشان كل حاجة تظهر قدامكم. دول طبعا 8 كوبايات بالغطيان بتاعتهم زي ما انتوا شايفين كده. هشيل بس الكرتونة منهم. بالظبط كده. ودولت بقى بترسيهم تاني عادي خالص. طبعا لما بتيجي تعملي ما بتحطيش الغطيان عليهم. متنسوش بقى تنزلوا تحطوا اللايك ولو لو مش مشتركين اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واكتبوا كومنت وقولوا لي ايه تجربتكم معاها وايه رأيكم فيها. كده زي ما انتوا شايفين بقى مش ناقص بقى غير ان انا اجيب اللبن واقول لكم اعمل ايه دلوقتي في اللبن. برضو انا هجيب اللبن عندي على فكرة ده مش وسخ. هي كانت في التلاجة. اللبن ده كان في الفريزر فانا حطيته فيها عشان خاطر يتلج. فهي عاملة عرق كده فاهمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هفتح بقى الكيس كده بالراحة لان كل مرة بيتعمل فيا وبينكب مني. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ده ما اعتقدش ان هو يجي كيلو. هو اللبن كانت ماما كمان هي اللي جايبهولي المكنه واللبن وكله. فايه كان جايبالي جرجن فانا عبيته كده اكياس على قدنا فطلعت كيس ما كنتش معايا. هو ممكن يجي كيلو الا ربع ازيد حاجه بسيطه هكذا. هاخده بقى واحطه على النار يسخن ما يسخنش قوي ان انتي مثلا زي رضعة البيبي كده. هسخنه وهاجي اوريكم انا هنعمل فيه ايه. دي بقى زبدية كده. بص بقى لما بتحطيها زي ما هي بتحتاج ان انتي تقعدي تقلبي بقى كتير عشان خاطر ان هي تدوم مع اللبن. فاحسن حاجة بعملها بقى بروح مقلباها ومسيحاها خالص خالص قبل ما احطها في اللبن بحيث لما تتحط ما تحتاجيش بقى تضربي بمضرب او كده.
لا هي بتبقى سايحه، يعني هي خلاص بقت معاكي سايحه خالص اهي. هجيب معلقتين لبن من اللبن واحطهم فوقها عشان خاطر برضو يندمج معاها وتسيح اكتر. شايفين بالظبط كده بتبقى بقى كريمه كده ايه، ما بتحتاجيش ان انت تقلبي اللبن بمضرب او باي حاجه. خلاص هي بتتحط بقى بتسيح في اللبن على طول، ما بتبقاش مكلكعه معاكي وعامله كتل كده في اللبن. طبعا دلوقتي الزبادي يعني سعره ما شاء الله، فدي هتبقى موفره ليكوا وهتبقى يعني الاطفال هيحبوها لان بتبقى بنفس طعم الزبادي بالظبط. بصوا بقى اللبن اهو سخن، ده لبن بقري عشان كده لونه اصفر زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين يعني بخيره، هسيبه زي ما هو كده، مش هشيل منه اي حاجه، مع ان البنات لما بيجي ياكلوه بيقولوا لي شيلي لي الوش، كل واحد براحته بقى فاهمين. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما قلت لكم ده لازم كده تبقى يعني كريمه كده مفيش اي تكتلات خالص، لان هي دي الخميره بتاعت الزبادي اللي هتخلي الزبادي يقوم بسرعه. دي مسافه خميره كده. وهقلب بقى كله في بعضه كده. اللبن مش سخن شايفين، يعني انا حاطه ايدي اهو عادي. عايزه بقى اشوف حاجه اصب فيها. بصوا بقى قبل ما اصب خالص في بقى خطوه كده لازم تعملوها. انا كده مكان المكنه بتاعتي اهي تمام اهو، دي كده مش هتتنقل من مكانها فاهمين. خلاص ده اتحط مكانها الاساسي. خلاص 4 5 6 ساعات على حسب ما تلاقي اللبن بتاعك خلاص تمام، الزبادي قصدي. خلاص ممنوع تحركي اي حاجة خالص هنا، ما فيش اي حاجة. آه يعني حتى لو جيت تبصي عليها بتبصي من بعيد ما تحركيهاش خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكرة المقطع اللي على المغرفة ده القشطة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بقى هصب اكمل عشان الفيديو بس ما يطولش على الفاضي. بصوا كده خلاص صبيت الزبادي بتاعي. هحط بقى الفيشة. طبعا زي ما قلت لكم اللبن ما كانش كيلو كامل، قايله لكم اول فيديو اللبن مش كامل، عشان كده الكوبايات هتلاقيها ناقصه يعني شويه تمام، فعادي خالص. هو المكنه بتاخد كيلو، كيلو بيبقى مظبوط معاها زي الفل. انما هو دلوقتي يعني الساعه 9، هظبطه على الساعه 9 عشان ايه افتكر ان انا هحطها على الساعه 9. والغطا بتاعه هحطه بالشكل ده كده. حاول ان احكمها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالظبط كده. كده بقى اتحكمت بقت كويسه. شايفين طلعت بخار اول ما حطيت اهو، شايفين البخار ده. خلاص بقى كده انا مش هاجي يمها ولا هلمسها ولا اي حاجه خالص لحد 5 ساعات هاجي ابص عليها. بصوا بقى خلاص الزبادي خلص اهو، وما سيبته ما يبرد خالص زي ما انتوا شايفين لسه العرق بتاع البخار عليه اهو. هجيب
هجيب بقى معلقة وهوريها لكم دلوقتي. شايفين واضحة الزبادي متماسك خالص، بس عايزة اقول لكم ان هو يعني في سنة مية كده بيضة. شايفين؟ انا مش عارفة ده بقى بيبقى اللبن مغشوش ولا هو مش عارفة، بس هو يعني حاجة بسيطة خالص، حاجة ظاهرة على الوش بقى خالص. فالمهم بقى ايه، جربوه. خدي يا لولو. ماما كنت عايزة تتكلمي تقولي ايه؟ تتكلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدي بس دوقي الاول كده بس. النهاردة بقى مش عايزة من الجبن جبنة اللي مسلوق اللي فيه الجبن، وش مش عايزة يعني؟ اللي فيه الجبن. شوفوا بقولكوا بناتي بيقولوا لي شيل الوش. ماشي أنا بحب اتفضلي. الجبن. أنا بحب الجبن. أنا بحب الجبن. ماشي يا حبيبتي خدي. اهو عمالة اكلهم فيه ونسيت الفيديو. جربوه بقى وان شاء الله هيعجبكم. والمكنة دي كويسة جدا وما شاء الله هتنجز معاكم وقت كبير جدا. والزبادي اصلا يعني طعمه مش زي الطعم اللي احنا بنعمله في العادي، لا ده طعم زبادي من اللي هو بتاع الدكان بالظبط. فاتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الجميل زيكم، وتشتركوا في القناة. مع السلامة.